لكم، باغي نقول للسي مزوار، اسمح لي السي مزوار، ما يبقاش فيك الحال. كي غادي دير انت يتيقوا المغاربه باللي غادي يجيهم الجديد معك؟ ياك غير البارح المغاربه ما كانوش عارفينك، واش غينساو المغاربه كيفاش وليتي رئيس ديال الحزب ديالك؟ لو كان بقى السي المنصوري نقولوا بعدا السي المنصوري يا السي مزوار حيدوا لك الياس العماري باش تولي انت امين عام ديال الاحرار، لان السي المنصوري رفض باش يسمع ويطيع الالياس العماري والهمه اكثر من القياس. فمنين غادي تجيب اليوم الاستقلاليه ديال القرار، ومنين غادي تجيب القوه باش تتحمل مسؤوليتك الا كنتي رئيس ديال الحكومه وتوقف في وجه التعليمات اللي غادي تجيك من الناس اللي كيدعيوا القرب من المحيط الملكي؟ ما عندكش هذه القوه. الشعب يريد انهاء الاستبداد، الشعب يريد انهاء الاستبداد، ما عندكش. يريد انهاء الاستبداد، ولهذا ما عندكش هذه القوه. وانا تنعتقد رغم كل المكر والخداع اللي خدامين عليه الناس اللي كيعتبروا نفسهم كيملكوا يتصرفوا بهذه الاساليب ديال المقالب وباللي بها غادي يحلوا المشاكل ديال البلاد، كنقول لك الا قبلتي باش تدخل من خلال هذه الاساليب. دابا كيحيدوا المرشحين القدام ديال البام ويعطيهم لك، وهذا الشيء راه عامره به الصحافه وتيساعدوك، ولكن غدا انت اللي غتحمل امام الله ثم امام هذا الشعب، غتحمل المسؤوليه، وخاصك تكون قادر باش تحدي الحساب. وانا كنقول لك اسمح لي، ما في يدكش. المشكل ديال المغرب السي مزوار ماشي مشكل فقط ديال الميزانيه، وماشي مشكل ديال الارقام، وماشي مشكل ديال نسبه النمو. المشكل ديال المغرب هو مشكل سياسي، خاصو حكومه مسؤوله كتصرف في الصلاحيات اللي عطاها الدستور وقادره باش تحكم هاد المغاربه، وتقول اللي عنده الحق عندك الحق وتعطيه له، واللي ما عندوش الحق تقول له ما عندكش الحق وتوقف في وجهه. شكون ما بغى يكون، الا ما كنتيش قاد دير هاد الشيء انا كننصحك ما تزيدش تورط، لان شحال ما تورطتي غيصعب عليك باش تخرج.